أسماء الأشخاص والأماكن هي أسماء مستعارة فقط للحفاظ على الخصوصية. في الجهة ديال كتامة، في واحد المنطقة نائية وسط واحد الدوار اللي كان معروف بالهنا ديالو، كانت الحياة غادية عادية حتى بدا واحد السرطان كينتشر بشوية بشوية. ماشي غير مرض هذا، ولكن كان أخطر من ذلك، ترويج المخدرات. القضية ما كانتش غير واحد مروج اللي هو عادي، هاد الشخص هذا كان بارون خاص في ترويج وتجارة الحشيش. واحد الإنسان اللي عنده سوابق، دخل وخرج من الحبس، وكل مرة كيخرج أقوى من داكشي اللي قبل. اللي خطر في هاد السيد هذا ماشي غير التجارة ديالو، ولكن كان معروف أيضا بالعنف. كان إنسان ما كيخاف حتى من واحد، يقدر يضرب بالموس، يقدر يدوز على بنادم بالطوموبيل، وقدر حتى رجال الأمن ما يمنعوش منه. كان في واحد المرة حاول أنه يقتل واحد الدراكي، غير بالزهر هاد الجدرمي هذا نجاب حياته. ومنين تبدلت الفرقة ديال الدراكيين وجاو وحدين اخرين جداد، لقى الفرصة باش يرجع، ولكن هاد المرة ماشي بحال من قبل. الدراكيين جداد كانوا فاهمين اللعبة مزيان، عارفين باللي هاد النوع من المجرمين إلا خليتيه يكبر غادي يولي سرطان صعيب يتحيد، ولذلك قرروا أنهم يضربوه وهو مازال صغير، يعني أنهم يوقفوه عند الحد ديالو وهو مازال في البداية. بداو كيراقبوه، ولكن حتى هو ماشي سهل. كان داير شبكة ديال الناس العساسة ديالو، ناس كيجلسوا قدام المركز ديال لابريغاد، غير كيشوفوا شي حركة كيبلغوه في عين المكان، يعني أي تحرك ديال الدرك الملكي كيوصل ليهم في الحين. وزيد عليها بدا كيجرب يشري في الذمم ديال الدركيين. وسطاء جاو عند الدركيين، حاولوا يخليوهم أنهم يخدموا معهم بعبارة واحدة: خليونا نخدموا وتاخدوا الشهرية ديالكم. ولكن الجواب ديال الناس الدركيين كان ديما واحد: سيرنا على الشيطان، حنا ما نصلحوش لداكشي. دازت شهور وهاد البارون هذا كيتحرك بحذر، يعني ديما رد البال، حتى وصل خبر مهم: البارون غادي تجيه سلعة كبيرة هاد المرة هادي. هنا تبدلت اللعبة. الدرك قرروا ما يتحركوش بسرعة، وبغاو يشدوه بالدليل الملموس، الدليل القاطع. جمعوا معلومات، عرفوا الطريق اللي غادي تدوز منها السلعة والوقت، وحتى السيارة اللي غادي يتم التحميل ديال السلعة فيها. وكانت المفاجأة: السيارة ماشي عادية، بلايك فيها مزورين مخبية، ما كانتش كتبان حتى في شي بلاصة. هادشي كيعني أن الراجل خونا البارون كيلعبها بشكل ذكي. جا النهار المعلوم، الدركيين دبروا في سيارات مدنية ما فيها حتى شي علامة كتدل على الدرك الملكي، وتلاقاو بعيد باش ما يتكشفوش، باش ما يتعرفوش بأنهم واخدين الصفة ديال السفيل. اختاروا بلاصة استراتيجية، طريق ترابية ما فيها حتى شي مخرج، إلا دخلتي ليها راك غتولي محاصر. الليل والظلام نازل على البلاصة كلها، وكل شي كيتسنى. بانت الطوموبيل الأولى جاية من بعيد، قربات حتى ولات حداهم. في ديك اللحظة ترمات السناسل في الطريق باش يحبسوا الطوموبيل. الروايد تقبوا، ولكن السائق ما وقفش، ضغط على الاكسيراتون وكمل الطريق ديالو هارب. في ديك اللحظة جاو الناس الدركيين الاخرين اللي بالطوموبيلات الثانية وكيوقفوهم تما، حاصروهم من جوج جهات. الشيفور عرف باللي سالت اللعبة، ووقف وحاول أنه يهرب على رجليه. الدركيين جراو من موراه ووقفوه. مطاردة كانت طويلة، ولكن وسط الظلام بقاو تابعينه حتى طاح. شدوه ومن بعد داروا ليه المينوط، ولكن هنا كانت الصدمة. السيد اللي شدو ماشي هو البارون اللي تيقلبوا عليه، كان غير واحد الشاب من الدوار، خدام عنده فلوس قليلة، بحال كما كنقولوا باقشيش صغير بالنسبة للتجارة اللي كيلعبوا فيها.
في الطوموبيل لقاو كمية كبيرة من الحشيش والكيف، ولكن الراس الكبير كان مازال هارب، ماشي هو اللي تشد. رجعوا لابريكاد، بدا التحقيق. في الاول الشاب قال لهم بلي انا السلعه ديالي، باش انه يحمي الشاف ديالو، ومعروفه بيناتهم انهم ملي كيحصل شي خدام صغير بشي كميه ديال الحشيش وكيمشي للحبس، ما كيبيعش بالباترون ديالو، وكيعرف بانه الا هو مشى خدا ديك السلعه على العاتق ديالو وتحمل المسؤوليه ديالها، فراه غادي يتهلا فيه الباترون ديالو في الحبس وفي عائلته حتى يخرج. ولكن ملي تم الضغط على هذا الخدام العادي بانت الحقيقه، وقال لهم بلي انا غير خدام ب500 درهم في النهار، والبارون هو مول كل شيء. هنا اللعبه ولات بدات كتاخذ مسار جديد. الصباح بكري مشاو مباشره لدار ديال البارون، حصروا الدار باش حتى الا كان ناوي يهرب يوقفوا عليه، دقوا الباب وخرجوا هو معصب. قال لهم وهو كيغوت: شنو بغيتو عندي؟ راكم فيقيني فهاد الصباح هذا. الدراكيل اللي كان مسؤول على العمليه جاوبوا بهدوء: جينا عندك بالقانون وعندنا ما يثبت. ولكن هو بدا كيضحك. هاد الضحك هذا كان ديال التحدي. واش عمركم شفتوني داير شي حاجه هكا؟ جاوبهم. الدرك كانوا عارفين هاد السيناريو هذا. هاد النوع من الناس اول حاجه كيديرها هي الانكار. قالوا ليه: راه شدينا واحد خدام عندك وكان في حاله ديال التلبس وعطانا جميع المعلومات. انا تبدل وجهه ولكن مازال على نفس الهضره ديالو. قال لهم باللي هذاك السيد اللي شديته راه غير كيكذب عليكم وهو باغي يفك راسو. طلبوا يديروا التفتيش في الدار. الغريب هو وافق بسرعه بلا مقاومه وبلا مشاكل. وانا شكو الدرك، حيت هاد النوع ديال المجرمين ملي كيكون عنده شي حاجه مخبيه كيولي عرقل، كيخرج العائله وكيدير المشاكل. ولكن هاد المره هادي لا، داروا التفتيش ديالهم، داروا البحث في كل زاويه، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. خرجوا معاه لابريكاد وبدا التحقيق الرسمي. من الاول بقى متشبت بنفس الكلام ديالو: انا ما عندي حتى شي علاقه وهذا الشيء كامل كذوب. جابوا الشاب اللي تشد في الطوموبيل في ديك البلاصه الخاليه وداروا مواجهه بيناتهم. الشاب كيقول الصراحه باللي انت هو مول السلعه، اي البارون هو مول السلعه وهو غير خدام عنده. البارون بدا كيغوت: انت كتكذب، بغيتي غير تلصقها فيا. بدا التحقيق كيطلع في النيفو ديالو، بان الدرك الملكي بداو كيعطيو تفاصيل دقيقه في السياره ديالو والتحركات والناس اللي كيتعامل معاهم، وكل مره كيحاول انه ينكر بالانكار التام. وبطبيعه الحال في بالو هو بانه ماشي هو اللي تشد في وسط الطوموبيل، اذا هو يراه بعيد على التهمه. والشاب اللي كان خدام عنده في الاول حاول انه يتحمل المسؤوليه، ولكن ملي شاف الادله ما بقى عنده فين يهرب. قالها بكل صراحه: انا غير خدام عند هذا البارون هذا، وهو اللي كيعطيني السلعه والجورني ديالي فقط ب500 درهم. هنا البارون بدا كيتقلق، ولكن مازال مصر على نفس العباره اللي تيقول: ما عندي حتى علاقه وهذا الشيء كامل كذوب. الدرك الملكي كانوا عارفين باللي مازال خاصهم دليل اقوى باش يربطوا العلاقه ما بين البارون وتجاره الحشيش. داروا اتصال بالنيابه العامه وخداو التعليمات. التعليمات هذه كانت هي وضع الشاب تحت الحراسه النظريه، ووضع ايضا البارون تحت الحراسه. دازت ايام على هذا التحقيق هذا، والملف تزاد فيه ادله ومواجهات وتفاصيل، وفي الاخير تقدموا بجوجهم قدام السيد وكيل الملك في المحكمه. الشاب مازال كيقول لهم بلي انا غير خدام وهو مول كل شيء، اما البارون مازال كيعاود لهم نفس الجمله بلي انا
راه ماشي مول هاد الشيء، وهذه فقط غير تصفية حسابات. ولكن القاضي كان عنده رأي آخر، حيث الأدلة كانت واضحة، السيارة مزورة، مخدرات محجوزة، وتصريحات متطابقة. الحكم كان صادم لهم بجوج، 2 حبس نافذة لكل واحد فيهم. دخلوا للحبس ودازوا تقريبا 2 عام حتى جا العفو وخرجوا بجوجهم في نهار واحد. ولكن القصة ما سالتش هنايا، حيث منين خرجوا رجعوا بنفس العقلية، نفس الطريقة ديال العمل، وبحقد أكثر، لأنهم ما تعرفوش يديروا شي حاجة أخرى، وبان لهم بأن الدراك الملكي هو المسؤول على الحصلة اللي حصلوا. بعد أسبوع واحد جا الشاب اللي كان خدام عند البارون، ولكن هاد المرة هادي ماشي كيضحك، جا والدم كيسيل من وجهه. الدراكيين تصدموا وكيسولوه شنو وقعلك؟ قال لهم بصعوبة راهم ضربوني، يعني راه البارون هو اللي سلخوني بالعصا. تدارت ليه الإسعافات الأولية وداوه للسبيطار، خيطوا ليه الجرح ديالو وعطاوه شهادة طبية فيها واحد المدة معينة ديال العجز، هاي العجز البدني. ملي رجع دار شكاية رسمية، المتهم فيها هو البارون نفسه. السبب قال لي علاش جبتيني، راه ما غادي نتفاك حتى نسالي معاك. هنا تأكد للدرك بلي هاد الانسان هذا ما تبدلش، بل الخطورة ديالو مازال كيزيد. مشاو يقلبوا عليه ولكن ما لقاوش، كان عارف بلي مطلوب ومشى تخبى. داروا ليه واحد الكمين، واحد المصيدة قدام الدار ديالو، تسناو حتى الجوج ديال الليل، والمنطقة كانت خاوية حتى بان جاي داخل الدار. في ديك اللحظة طاروا عليه وشدوه قبل ما يدخل. وبنفس الطريقة البارون مصر على الإنكار ديالو، كيف ما نكر حشيش في الأول، هاد المرة هذه نكر بأنه هو اللي عنف السيد اللي كان خدام عنده، وكيقول لهم أنا ماشي أنا اللي ضربته. ولكن دائما بالخبرة ديال الدركيين وطرق ديال الاستنطاق ديالهم قدروا أنهم يحاصروه ذهنيا وما يخلوا ليه فيني يهرب. ما بقى عنده فيني ينكر وهو يعترف، وكيقول لهم بلي أنا اللي ضربته حيت جبدني. وتم الوضع ديالو تحت الحراسة النظرية مرة أخرى، وتم الحجز السلاح الأبيض اللي استعمل، وتقدم مرة أخرى. ولكن هاد المرة هادي في المحكمة وقعت شي حاجة غير متوقعة. الضحية اللي تضرب تنازل، العائلات تدخلات وداروا الصلح بيناتهم، وبالتالي هاد الشخص اللي تضرب تنازل على الحق المدني ديالو. والنيابة العامة تابعت القضية، ولكن في حالة سراح مؤقت أخرج البارون نتاعنا مرة أخرى من السجن. الدرك الملكي قالوا في بالهم باللي هذا السيد هذا ممكن أنه يمتعض وأنه يبعد على هذه الطريق هذه، ولكن دائما طريق الإجرام كتكون في الدم ديال الواحد، غير فوا كيولف ما يقدرش أنه يخرج منها. حيث بعد المدة قصيرة رجعت أخبار جديدة باللي البارون رجع كيخدم في التجارة ديال المخدرات، ولكن هذه المرة هذه بشكل قوي. وهنا القضية ولات أخطر بزاف من اللي قبل. البارون نتاعنا في هذه القصة هذه ما بقاش كيبيع غير الحشيش، ولكن دخل في شبكة كبيرة ديال الكوكايين. في ديك اللحظة كل شيء تبدل، ما بقاتش غير قضية ديال واحد البارون صغير كيتاجر في الحشيش. هاد المرة دخل في المستوى آخر، مستوى خطير بزاف. الدرك الملكي اللي كان مكلف بالملف منين سمع هاد المعلومة عرف باللي خاصو يبدا العمل ديالو من الصفر، حيت هاد النوع ديال القضايا ما كيتحلش دغيا، خاصها صبر ومراقبة وتخطيط دقيق. بداو كيجمعوا معلومات، شكون كيتلاقى معاه وفين كيمشي، شكون الناس الجداد اللي دخلوا معاه في العملية اللي ولاو خدامين معاه في هاد الشبكة ولا كيتمشى معاهم. وكانت أول حاجة لاحظوها بأن هاد المرة هادي كانت سيارات
فخمة ماشي معروفة في المنطقة، ناس جديدة داخلين للدوار كيدخلوا ويخرجوا في ساعات متأخرة من الليل، تحركات مشبوهة اللي ولات في الدوار. واحد من المخبرين قال لهم بلي أنه راه ما بقاش خدام بوحدو، راه البارون نتاعنا ولا خدام مع شبكة كبيرة وفيها ناس حتى من برا ديال المغرب. هنا القضية ولات أكبر من داكشي اللي كانوا كيتوقعوا الناس ضد الدرك الملكي. الدرك قرروا أنهم يديروا خطة جديدة، مراقبة طويلة المدى، تتبع في الاتصالات نتاع هاد الناس هادو، وزرع مخبرين قريبين من الشبكة. دازت أيام من مورا هاد العمليات اللي داروا الناس ديال الدرك الملكي ديال المراقبة، وبداو كيبانوا لهم خيوط صغيرة. واحد الشخص معروف باللي كيخدم في النقل الدولي كيدخل ويخرج عند البارون بزاف، وواحد آخر عنده واحد المحل صغير ولكن الفلوس اللي كيدور فيها كبيرة بزاف مقارنة مع الخدمة اللي كيخدم في ديك الحانوت أو لذاك المحل. كلشي كان يشير لحاجة وحدة، باللي أن هاد الشبكة هذه شبكة منظمة وكتخدم بطريقة احترافية. الدرك قرروا أنهم يديروا خطوة جريئة. واحد منهم دخل في الدور ديال زبون كبير، بدا كيتقرب من الناس اللي كيدوروا في هذا الوسط هذا ديال الشبكة، وبشوية بشوية حتى وصل للوسيط. الوسيط كان داير رد البال ديالو بزاف، ولكن الطمع ديالو كان أكبر من الحذر. قال ليه إلا بغيتي سلعة كبيرة خاصك توصل للناس كبار. الدركي المتخفي هنايا كيجاوبوا أنا باغي غير الجودة والثمن ما عنديش فيه مشكل. من تما بدا الطريق كيتفتح، والوسيط بدا كيهضر معاه على السلعة وتيقول ليه هادشي ماشي ديال الزنقة، هادشي راه كيجينا من بلاد بعيدة من برا ديال المغرب، وكيتباع هنا للناس كبار، الناس اللي عندهم فلوس كتيرة. ومن بعد أيام من الثقة تحدد اللقاء بلاصة بعيدة على المدينة في واحد الهونغار قديم ومهجور. الدرك حضروا العملية ديالهم بدقة ووجدوا الفروق ديالهم المحاصرة من مكان بعيد، المراقبة مستمرة، تواصل مباشر مع النيابة العامة. ملي وصل النهار ديال اللقاء الجو كان كله مشحون، والدرك اللي داخل في الدور وصل للمكان اللي غادي يتم فيه التجارة، تلاقى مع الوسيط ومعاه جوج ناس اخرين، ولكن البارون ما كانش حاضر. بداو كيهضروا والوسيط خرج واحد العينة صغيرة جبدها من الجيب ديالو بينها للدركي، وداكشي اللي بين ليه كان كوكايين من جودة عالية. قال ليه إلا بغيتي الكمية الكبيرة خاصك تخلص دابا ومن بعد نجيبوها لك. الدرك عطى الإشارة، وفي ديك اللحظة تدخلت الفرق ديال الدرك الملكي باش توقف هاد العناصر اللي تشدوا متلبسين. تم توقيف الجميع، ولكن البارون مازال هارب. التحقيق مع الموقوفين كشف مفاجأة كبيرة، باللي البارون راه ما تيبانش في العمليات، ولكن هو فقط كيسير كل شيء من بعيد، يعني ما كيتلاقاش مباشرة مع الزبناء، وكيعتمد فقط غير على وسطاء ما بينه وما بين الناس اللي يشريو. والسيد رد البال ديالو مزيان، ولكن واحد منهم غلط وقال واحد الكلمة مهمة، باللي البارون غادي يدوز يشوف السلعة الكبيرة اللي غادي توصل غدا. وهنا الفرصة ولات أكبر. الدرك داروا خطة جديدة بنفس الأسلوب، مراقبة الطريق، تحديد مكان التسليم، ويوجدوا لهم مصيدة كمين اللي غادي يكون هاد المرة ما يهرب منوش البارون. في الليلة الطويلة كلشي كيتسنى اللحظة اللي غادي يجي فيها الصباح. شاحنة صغيرة دخلت للطريق الترابي، أي المكان أو للنفوذ الترابي اللي تابع ليه الدرك الملكي، ووراها سيارة كحلة. الدرك عرفوا باللي هذا هو، وتسناو حتى وقفت الشاحنة وبدا التفريغ. الصناديق
بدات كتهبط من الشاحنه وحده من مورا وحده، وفي ديك اللحظه الدرك الملكي كيوقفهم باللي حتى واحد ما يتحرك، راه المخزن كاين هنا. وقع ارتباك كبير، شي وحدين حاولوا انهم يهربوا ولكن كل شيء كان محاصر، ما عندهم فين يهربوا. والاهم ان البارون كان حتى هو تما، حاول انه يجري ولكن ما لحقش، تشد بعد مطاردة قصيرة، تفتيش الصناديق، وكانت هنا الصدمة، كوكايين بكميات كبيرة بزاف. الدرك وقفوا قدامه وقالوا ليه دابا واش حتى هادي ما عندك بها علاقة؟ خونا اسكت، لأنه مشدود متلبس هاد المرة هادي، ما عندوش حتى شي طريق فين يهرب. تم وضع ديالو تحت الحراسة النظرية، والتحقيق كان ثقيل بزاف حيت القضية ما بقاتش محلية، ولات قضية وطنية وشبكة دولية ومخدرات صلبة. أسماء بدات كتخرج والشبكة بدات كتبان كاملة، أي العناصر اللي كيشتغلوا في هاد الشبكة هادي. والبارون هاد المرة هادي بان عليه الخوف، حيت عارف باللي هاد المرة هادي ماشي بحال اللي دازو. منين تشد البارون بديك الكمية الكبيرة ما بقاتش عنده قضية عادية، بل ولا حديث ديال الناس كاملين، كيفاش السيد من حومة الصغيرة حتى المدن الكبيرة في المغرب شدوا أكبر بارون ديال الكوكايين في المنطقة. الخبر تشهر والدرك الملكي ولا تحت ضغط كبير، حيت الملف ماشي سهل وفيه خيوط كتوصل لبلايص بعيدة. من الأول تحط تحت الحراسة النظرية، والتحقيق بدا بطريقة مختلفة على المرات اللي دازت. الملف هاد المرة هادي تقيل، اتصالات، مراقبة ومواجهات كتيرة. الدرك الملكي ما بقاوش كيسولوه غير على واش عندك علاقة، بل ولا كل سؤال مبني على دليل. شكون هذا الرقم هذا؟ وعلاش كنتي في هاد البلاصة في ديك الوقت؟ شكون اللي عطاك هاد الشحنة هادي؟ وفي الأول بقى ساكت وكيشوف، كيفكر، كيحسب كل كلمة، ولكن الضغط كان عليه. جبدوا ليه واحد من الوسطاء اللي تشدوا معاه، داروا مواجهة مباشرة معاه. الوسيط كيقول راه هو اللي عيط لينا وعطانا تعليمات وانا غير كنفذ. البارون كيجاوب بكل عصبية، كذاب باغي غير يفك راسو. ولكن الدرك خرجوا تسجيلات صوتية ومكالمات واضحة فيها أوامر ومواعيد وحتى الأثمنة باش غتتباع. في ديك اللحظة سكت وما بقى عنده ما يقول. بدا التحقيق كيتعمق أكثر والأسماء بدات كتبان. واحد في المسؤول ديال النقل، وواحد تاجر كبير، وحتى شي ناس اللي عندهم نفوذ. القضية ولات حساسة وتم تحويل كل شيء للمحكمة. نهار الجلسة الأولى المحكمة كانت عامرة، فيها الصحافة وناس جايين يتفرجوا وعائلات ديال المتهمين. دخل البارون ولكن ماشي بحال المرات اللي فاتت. هاد المرة هادي حاني راسو ووجهه كله حمر. القاضي بدا الجلسة بالمتهم المتابع بالتهم: الاتجار الدولي في المخدرات، تكوين عصابة إجرامية، غسل الأموال ومحاولة العنف. سولوه واش كتعترف بهاد التهم هادو؟ سكت شويه وكيقول لهم جزئيا، يعني شي حاجة عليا وشي حاجة غير أنا متهم فيها. هاد الكلمات هادي قلبات الموازين، حيت أول مرة كيعترف بشي حاجة. المحامي ديالو حاول يدافع: موكلي كان غير وسيط، ماشي هو الرأس المدبر. ولكن النيابة العامة كان عندها رأي آخر. عرضوا الأدلة، صور ديال الشحنات، تسجيلات والتحركات بالجي بي اس، وحتى التحويلات المالية الكبيرة اللي كانت. كل دليل كان كيزيد يغرق البارون أكثر. في واحد اللحظة القاضي قال لي: إلا كان عندك ما تعاود أو ما تضيف دابا هذا هو الوقت. سكت البارون وكل شي سكت معاه، حتى لواحد اللحظة شي يقول باللي أنا ما كنتش بوحدي. القاعة كاملة كلها تحركات. بدا كيعاود كيفاش تعرف على الشبكة، كيفاش دخل، وشكون اللي كان فوق منه. ولكن بعض الأسماء رفض يقولها. قال لهم باللي أنا ما نقدرش نقول لكم الأسماء ديال بعض الناس حيت حياتي في خطر.
القاضي كيجاوبو بلي القانون كيوفر لك الحماية، ولكن خاصك تقول الحقيقة كاملة. بان الصراع اللي داخل ديالو، الخوف من الشبكة والخوف أيضا من الحكم في المحكمة. في الجلسات اللي من بعد بدا كيتعاون أكثر، وعطاهم معلومات مهمة، طرق ديال التهريب، أماكن التخزين، وأسماء بعض المشاركين في العملية. هادشي خلى الدارة كيديروا عمليات أخرى ووقفوا الناس وحدين آخرين جداد، ولكن كاين أسماء كبار مازال مخبيين. المحاكمة دامت شهور، وكل جلسة كانت كتخرج مفاجآت جديدة. البارون تبدل من واحد واثق في راسو لواحد خايف على حياته، كيطلب غير يتخفف عليه الحكم. وفي الأخير جا النهار ديال الحكم، والمحكمة كلها ساكتة وكل شيء كيتسنى. في واحد اللحظة القاضي بدا كيقرأ في الحكم بعد دراسة الملف واستماع لجميع الأطراف. الحكم: 10 سنوات حبس نافذ للبارون، وأحكام مختلفة لباقي الشبكة، ومتابعة مستمرة للأسماء اللي مازال ما تم القبض عليها. والصدمة كانت كبيرة في هذه اللحظة هذه، حيت هذه المرة هذه الحكم كان ثقيل بزاف. البارون نرزل راسو بدا كيبكي، عرف باللي أن هذه هي النهاية اللي اختار بيدو. ولكن القصة مازال ما سالتش هنا، حيت مازال كاين سؤال كبير مازال معلق. دست أيام والأسابيع والبارون دخل الحبس، ووراها قصة طويلة ديال الطمع والقوة والغلطات اللي تراكمات حتى وصل لهذه النهاية المأساوية. ولكن واش فعلا سالت القصة هنا؟ لا، حيت الحياة ما كتوقفش، وحتى من وراء الحيطان كيبقى الأثر ديال الإنسان كيتبعو. في الحبس حياة مختلفة، ما كان لا سيارات فخمة، لا الناس كيتسناو التعليمات، لا فلوس كتدور، كاين غير قوانين صارمة، وقت بطيء كيدوز، والناس كل وحدة وقت ثقيل كيدوز على الحباس. الناس كل واحد عنده قصة. في الأول البارون كان رافض الواقع، وكيقول في خاطرو أنا ماشي بحال هادو، أنا هنا غير تحت بالغلط. ولكن مع الوقت بدا كيشوف باللي كل واحد كان كيقول نفس الجملة. نهار من بعد نهار جلس مع واحد الراجل كبير في العمر، كان هاد السيد هذا سنوات هو في الحبس، هو تيقول ليه: واش عرفتي فين غلطتي؟ البارون كيجاوبو: الثقة اللي درت في الناس. هاد الراجل الكبير هذا بدا كيضحك وقال ليه: الغلط اللي درتي هو الغلط ديالك. هو مليتي هو يقول ليه: لا، ماشي الثقة في الناس، ولكن الغلط ديالك هو ملي وليتي كتشوف راسك فوق القانون. هاد الجملة هذه دخلت ليه العقل، وبقات كترجع ليه كل نهار. بدا كيراجع الحياة ديالو، كيفاش بدا وكيفاش طلع وكيفاش طاح. تفكر أول مرة دخل فيها لهاد الطريقة دي كانت غير تجربة، غير شوية ديال الفلوس سهلة، ولكن شوية ولات كتيرة، والتجربة ولات عادة، والعادة ولات حياة. من بعد ولا ما قادرش أنه يخرج. في واحد الليل كان جالس بوحدو كيشوف في السقف، وتيقول بينه وبين راسو: كون غير وقفت في ذاك النهار. ولكن الوقت ومع الأسف ما كيرجعش. من جهة أخرى الدرك ما حبسوش التحقيق ديالهم، حيث المعلومات اللي عطاها خلاتهم يوصلوا لخيوط جديدة، وداروا عمليات أخرى، شدوا ناس جداد، ولكن بعض الأسماء الكبيرة بقات متخفية. حتى لواحد النهار جا الخبر: واحد من الشبكة، من الكبار ديال الشبكة، تشد خارج البلاد. وهنا تأكدت حاجة مهمة: الشبكة كانت كبيرة بزاف، واللي تشدو هنايا في المنطقة ديال نفوذ الدرك الملكي، في المنطقة ديال كتامة، ما هي إلا جزء منها. ولكن رغم من هذا الشيء القضية نقصت بزاف من النشاط ديال البيع المسحوق الأبيض، الكوكايين وحتى الحشيش، لأنه الناس كيمتعضوا من داكشي اللي كيوقع للناس اخرين. الشاب اللي كان خدام عنده حتى هو تبدل من يخرج، قرر يبعد على ديك الطريق كلها، وقال بلي شاف نهاية كاملة بعينه.
وما باغيش هو يرجع لنفس الطريق. بدا حياة جديدة بخدمة بسيطة، ولكن الحمد لله حلال. أما البارون في الحبس ولا إنسان آخر، ماشي حيت بغى، ولكن حيت اضطر، ولا هو مجبر أنه يتبدل، حيت عرف النهاية دائما ديال التجارة ديال المخدرات كيف ما كان النوع ديالها ما كتساليش بشي حاجة اللي هي زوينة. تعلم داخل الحبس يقرأ ويفكر ويحاسب راسه. واحد النهار جا عنده واحد شاب جديد للحبس، نفس النظرة اللي كانت عنده في الماضي، ثقة زايدة، حلم بالفلوس واستهانة بالعواقب. الشاب قال ليه أنا غير غادي ندوز شوية الوقت ونخرج ونرجع للخدمة من جديد. هنا البارون كيشوف فيه بحال كيما كيشوف في راسه، وقال ليه حتى أنا كنت كنقول لك بحال هكا، وكنت كيتسحابي كل الدنيا وطا، ولكن دائما القانون راه كيربيك والحبس راه كيربي. عاود ليه البارون القصة ديالو كاملة من البداية حتى النهاية. هنا الشاب فهم بلي الحبس شي حاجة صعيبة، وانا المصير اللي كيتسناه بعد سنين هو المصير ديال البارون. هنا البارون حس بشي حاجة لأول مرة، الندم الحقيقي، ماشي حيت شد، ولكن حيت هو اللي ضيع حياته بيديه. دازت سنوات والحكم قرب يسالي، ولكن هاد المرة هادي البارون ما كانش فرحان كيف كان متوقع، حيت فهم واحد الحاجة: الحرية ماشي غير تخرج من الحبس، الحرية هي أنك تعيش بلا خوف وبلا هروب، وما تبقاش فين ما شتي الدرك الملكي ولا الرجال ديال الأمن تبقى خايف وكتدور في جنابك. ومنين خرج الدنيا تبدلات، الناس تبدلوا، واللي كانوا دايرين به تجلاو، كل واحد فين ولا رجع للدوار نتاعو، ولكن ما كانش نفس الشخص. شاف بلايص اللي كان كيدوز منها، ولكن ما بقاش عنده نفس للحياة. ووقف قدام الدار اللي كان ساكن فيها وتفكر كلشي، وقال بلي هادشي كامل كان غير وهم، وقرر يبدا من جديد، بلا فلوس حرام، بلا طرق مختصرة، بلا مخاطرة بالحياة ديالو والحياة ديال عائلته. ولكن الطريق ما كانش سهلة، حيت السمعة كتسبقك فين ما مشيتي، والثقة خاصك عاود تربيها من جديد مع الناس باش ترجع كيف ما كنتي. واخا هكاك بدا بخطوة بخطوة، خدم بجهد ديالو وعاش ببساطة، وبعد على أي حاجة اللي ممكن أنها تفكروا ولا ترجعوا للماضي. والأهم هو بدا كينصح الناس خصوصا الشباب، وكيقول لهم بلي الطريق ديال التجارة ديال المخدرات هي طريق ديال الهلاك ديال الإنسان. كان كيقول لهم الطريق السهل كيبان زوين في الأول، ولكن النهاية ديالو كتبكي الرجال. العبرة القوية هنا: الحياة ماشي غير فرص باش تربح الفلوس، الحياة هي كيفاش تربح راسك انت هو الأول. حيت الفلوس الحرام كتجي بسرعة، ولكن كتمشي بسرعة أكبر، والقوة بلا قانون كتولي ضعف، واللي كيهرب من المسؤولية كيطيح فيها مضاعفة. وأكبر درس تعلموا البارون، وممكن أن حتى حنا نتعلموا معاه من هاد القصة هذه: أي طريق ماشي ديالك، وأي نجاح مبني على الغلط راه غير مسألة ديال الوقت، ويوصلك للنهاية الحتمية ديالك اللي غادي تقلب لك الحياة كلها سفاع على علاها. القصة ديالنا ديال اليوم سالت هنايا، ولكن الرسالة ديالها مازال باقية، خصنا دائما نفكروها ونفكروها للشباب ديالنا، أنه يختار الطريق ديالو مزيان، حيث النهاية دائما كتبان من البداية. نتمنى قصة البارون اللي من منطقة كتامة، المنصة اللي من منطقة كتامة، بداية بتجارة المخدرات، مخدر الحشيش، على مستوى الدوار والجهة، حتى وصل للتجارة ديال الكوكايين مع شبكة دولية محترفة، أنها تكون عجباتكم. وما تنساوش أنكم ديروا لنا الاشتراك وديروا جيم، ونتشوفوا في حلقة جديدة من برنامجكم تفاصيل أخيرة.